هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا حلا اللي ما يعرفنيش، وفيديو النهارده هتحسوا ان هو قريب منكم قوي، وهنفهم مع بعض حاجات احنا مش عارفين ان ده مش الطبيعي ان احنا نبقى كده. هو احنا ليه دايما حاسين ان دماغنا زحمه طول الوقت ومش مترتبه حتى لو مفيش سبب؟ احنا كلنا تقريبا عايشين تحت ضغط، بس مش دايما بنبقى واخدين بالنا ان الضغط ده مش دايما بيبقى جاي من الشغل او من الظروف او من الناس اللي حوالينا. في ضغط تاني بيبقى اصعب شوية، هو اللي جاي من جوانا، الضغط اللي بيخلينا نتعامل مع مواقف بطرق اكبر من حجمها. ومن ضمن اسباب الضغط ده الصوت اللي بيبقى جاي من جوانا، اللي دايما بيقول لنا ان احنا مش كفاية، وان احنا متأخرين جدا، وان احنا المفروض نبقى احسن من كده بكتير، واحساس ان احنا تايهين طول الوقت مع ان حياتنا ماشية بشكل طبيعي. وكتير مننا عايش على فكرة ان التعب طبيعي، وان الراحة كسل، واننا لو وقفنا شوية نبقى بنضيع وقت، فبقينا نضغط نفسنا ونلومها بزيادة، ونرجع بعد كده نستغرب احنا ليه بنرهق بسرعة او ليه دايما حاسين بتقل من غير سبب واضح يعني. ناس كتير كمان عندها فكرة ان الوعي هو جلد الذات، ان اقعد احاسب نفسي على كل كبيرة وصغيرة ودايما احس بالتقصير فانا كده عندي وعي. بس ده مش وعي، احنا كده بنحمل نفسنا فوق طاقتها، فده مش وعي خالص. لان الوعي هو ان احنا نبص لنفسنا زي ما هي، ونشوف احنا فين دلوقتي، وايه اللي وصلنا لهنا، وايه اللي المفروض نعمله عشان نبقى احسن، من غير ما نضغط نفسنا بزيادة. ومش كل تعب محتاج مقاومة، عشان ساعات التعب بيبقى رسالة مش مشكلة. يمكن محتاجين اننا نهدي شوية بس من غير ما نقف، او نحط حدود مع ناس ضاغطين علينا بزيادة. احنا لازم يا جماعة نختار صحة نفسيتنا دايما على اي حاجة، واحاول دايما عشان خاطر نفسي اخفف الضغط اللي عليا، عشان الضغط الداخلي ده يا جماعة لو فضلنا عايشين بيه هنفضل دايما حاسين ان احنا تايهين ومش عارفين احنا رايحين فين، ولا بنعمل اللي بنعمله ده ليه اصلا. وغير كده يا جماعة احنا لازم يبقى عندنا هدوء داخلي، مش معناه ان حياتنا هتبقى اسهل، لكن هنعرف نواجه نفسنا بطريقة ما تحبطناش. يا جماعة لازم نفهم ان احنا بني ادمين مش روبوت، يعني بنغلط وبنتعب وبنقع وبنقوم، ومش لازم ابقى كاملة عشان خاطر ابقى ما حصلتش. وفي لحظة هنكتشف ان اكبر تغيير ما كانش في حياتنا، كان في طريقة كلامنا مع نفسنا. وساعتها بس الصوت اللي جوانا هيهدى شوية، والطريق هيبقى أوضح سنة، مش عشان بقينا أقوى، لكن بقينا أصدق مع نفسنا وأهدى مع نفسنا وطريقة مواجهتنا ليها. في وسط الزحمة دي كلها في ناس فاكرة إن مشكلة إن مثلا طريق مش واضح أو إن إحنا تايهين أو كده، إن إحنا نعمل أكتر، مع إن أوقات كتير المشكلة ما بتبقاش في المجهود أو في قلة المجهود أو كده. المشكلة بتبقى ان احنا المجهود نفسه رايح في الاتجاه الغلط، فاحنا محتاجين نهدى ونفهم نفسنا اكتر عشان خاطر نعرف المجهود نوظفه صح ازاي، ونعرف بالظبط ايه اللي ناقص وايه اللي المفروض نعمله وايه اللي المفروض نحسنه. مش نعمل اكتر ونعمل مجهود زيادة وخلاص وبنستهلك نفسنا في حاجة ممكن تكونها مش صح. بعيدا عن كل ده في حاجة عايزة اقولها لكم، ان الصوت الداخلي يا جماعه اللي بيقعد يزن في ودنا ده مش دايما بيبقى صوت وعي، اوقات كتير بيبقى صوت خوف لكن متخفي في شكل نصيحه. فبلاش نمشي ورا الصوت اللي في دماغنا ده طول الوقت، بنلاقي نفسنا بنقارن طول الوقت ونحسب احنا فين وغيرنا فين، مع ان كل واحد فينا ماشي في طريق غير التاني وبسرعه مختلفه وبظروف مختلفه خالص. والمقارنه المستمره دي يا جماعه بتاكل في هدوءنا من غير ما نحس، بيتخلينا دايما حاسين ان احنا متاخرين حتى واحنا ماشيين. عشان كده يا جماعة مهم ان احنا نرجع نسأل نفسنا اسئلة بسيطة: انا ليه مستعجلة؟ وهل اللي انا بعمله ده بعمله عشان خاطر نفسي، ولا عشان خاطر ارضي حد معين، ولا عشان خاطر اهرب من احساس معين؟ من ضمن الحاجات اللي عايزة اقولها لكم ان الوعي مش قرار واحد او لحظة تنوير هتيجي فجأة. الوعي هو رحلة فيها نسيان ورجوع، فيها محاولات فاشلة ومحاولات احسن، عشان مش كل اللي بيفهم حاجة بيطبقها، عشان الفهم غير التنفيذ، والتنفيذ محتاج صبر، فده طبيعي. وفي حاجة كمان عايزة اقولها لكم وهي لازم نخلي بالنا منها، وهي عاداتنا اليومية الصغيرة اللي بنعملها كل يوم، اللي بإيدها انها تبنينا او تهدنا. واحنا يا جماعة لما تبقى طريقة نومنا بايظة واكلنا بايظة، وحتى وقتنا مش بنقدره بان احنا بنقعد نسكرول على الريلز بالساعات حرفيا، دي حاجات كفيلة انها تدمرنا وتضغطنا جدا واحنا مش حاسين، تحس انه مفيش سبب ان احنا مضغوطين بسببه، لكن احنا مضغوطين بسبب عاداتنا اليوميه اللي هي البسيطه دي، انها حاجات تبان بسيطه لكن تاثيرها التراكمي خطير جدا. وفي نهاية وملخص الفيديو عايز اقول لكم ان احنا نبطل نضغط على نفسنا، مش معناه ان احنا نستسلم، لكن معناه ان احنا نغير الطريقة مش الهدف. وفي علاقتك مع الناس مش كل اللي يقرب مننا يستحق ان احنا نكمل معاه، ومش كل اللي يزعل منك تبقى غلطتك، احيانا ده بيبقى التمن انك اخترت نفسك. وفي حاجه كده عايزه اقولها لكم، هي ملهاش علاقه بالفيديو قوي لكن انا حسيت ان انا عايزه اقولها لكم: خلوا دايما يا جماعه علاقتكم مع ربنا كويسه، يعني مهما حسيتوا بتقصير في العباده
او تقل في العباده برضو ترجعوا لربنا مهما حصل يعني على فكره من اسباب ان احنا مضغوطين من غير سبب هو تقصير العباده. احنا مقصرين في العباده جدا، فمضغوطين بدون اسباب، حتى لو ما لقيناش حاجه في حياتنا مشكله. يعني حياتنا ماشيه كويس جدا ما فيهاش مشاكل، في ناس حياتها ما فيهاش حرفيا اي مشاكل، لكن هم مضغوطين بسبب للاسف ان احنا بعاد شويه. وان يبقى عندنا هدوء داخلي يا جماعه دي مش رفاهيه، ده اساس، عشان من غيره اي انجاز هنعمله في حياتنا هيبقى شكله حلو لكنه من جوه هيبقى فاضي. ويمكن التغيير مش محتاج حاجه تيجي فجاه او قرار مفاجئ، بس محتاج ان احنا نهدى شويه ونسمع نفسنا اكتر، ونعامل نفسنا بطريقه هاديه بدل ما نعاملها كانها عدوتنا. وفي الاخر ما حدش هيعيش حياتنا غيرنا، ولا حد هيشيل عننا الاحساس اللي جوانا، بس نقدر نختار يا اما نكمل بنفس الطريقه يا اما نفتح صفحه جديده اهدى واحسن واقرب لينا. بس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون كنت خفيفه على قلبكم. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتس، ولو حابين اعمل لكم فكره فيديو معينه اكتبوا لي برضو احاول اعملها لكم. بس كده، بحبكم. باي.